اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وفي الفيديو ده هتكلم شويه عن فيلم ريبل مون الجزء الثاني. Their nightmare is you and I fighting together. You must know you cannot win. في الجزء الثاني هنا هتلاقيها بتحكي عن قرى وفريق من المحاربين علشان يدافعوا عن فيلدت، فتبدا في الاستعداد في دخول معركه ضد العالم الام. ومن خلال الرحله دي في خوض المعارك هنشوف فيها ابطال واساطير خارقه. ريبل مون الحقيقه هو فيلم خالي من الحوارات الفعاله. زاك سنايدر هنا بيعتمد في حكي القصه على المشاهد القتاليه، فالفيلم حرفيا اتحول معاه من فيلم ممكن يطلع منه قصه شيقه لفيديو جيم. وانا مش هقعد اطبل للفيلم ده واقول المؤثرات البصريه كانت خرافيه والاداء التمثيلي جامد جدا ويا لهوي على بلوت تويست كانت غير متوقعه. لا طبعا الفيلم ده الحقيقه ما عجبنيش وش كده، يعني كان سيء. حتى الفايت سينز هنا المفروض انها تكون مصدر قوه الفيلم انا ما استمتعتش بيها نهائيا، وكنت بجري المشاهد علشان اخلص لانها لا هتزود ولا هتنقص، كلها مصنوعه بالسي جي اي. اصلا زاك سنايدر اصلا عامل الفيلم ده وهو معتمد بنسبه 95% على السي جي اي، وحقيقي الفيلم كله تحس انك بتلعب فيديو جيم، مفيش حاجه هنا تقدر تتشد من خلالها. والبلوت تويست كانت متوقعه وضعيفة جدا. مشاعر الممثلين اصلا كانت غير مصدقة، والميكس اللي هتشوفه بين البشر والخيال الفانتازي المصنوع من خلال الكمبيوتر غير منطقي تماما. واحداث الفيلم في اول ساعة ممل، وتاني ساعة كلها فايت سين هتحبها في اول كام مشهد وبعد كده هتمل من كترتها، هي كتير قوي وهتجري التايم لاين، هتلاقي نفسك بتجري التايم لاين وانت ما زلت فاهم الدنيا ماشية ازاي، لان الموضوع كله بيعتمد على السي جي اي. يعني خلاص هو في حرب بتحصل دلوقتي وفي معركة بتحصل دلوقتي، انت هتجري التخبيط والترزيع اللي مليان طول الفيلم، وهتيجي مثلا نهاية الموضوع مش هيفوتك حاجة، يعني مش هيموت بطل مهم مثلا في الفيلم ولا حاجة هتأثر في احداث القصة بعدين، وبتجري الموضوع ده في التايم لاين وبتكمل. وزي ما كلنا عارفين ان الفيلم ده فيلم نتفليكساوي تم انتاجه علشان يقدم حاجة جديدة للمشاهد، وعلى رأي عمنا سكورسيزي ان دي ملاهي مش سينما، وهي حرفيا ملاهي. وانا دلوقتي هقيم الفيلم مع اني ما بحبش التقييمات الرقمية، ولكن تقييمي للفيلم ده هو 4/10، والاربع درجات دول هتروح للسي جي اي كرياتورز لان من غيرهم مش هيكون في فيلم اصلا. اما بالنسبه للممثلين فاي حد هيتبع تعليمات زاك سنايدر هيطلع بنفس النتيجه. والموسيقى التصويريه فيها نوتات حلوه ولكن اغلبها مزعج. وبالنسبه للسينماتوجرافي شفنا السينماتوجرافي معتاد وما فيهوش جديد. بس خليني اقول ان الفيلم ده فيلم عائلي ممكن تقعد مع عيلتك كده وتشغله، هتكون سهره لطيفه بعيدا عن عمق السينما الحقيقي. وبس كده، دي كل حاجه عندي عن فيلم ريبل مون 2. هنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده، فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، واشوفكم في فيديو جديد.